بهارات الحواوشي، عايزة تعملي أحلى بهارات حواوشي وتعملي حواوشي عندِك في البيت ما شاء الله يطلع مضبوط وعلى التَّكة، أنا هاقول لِك بقى على تريكات بسيطة، بس أهم حاجة اعملي لايك للفيديو واعملي حفظ كمان علشان لمّا تحتاجي له توصلي له، رشة بسيطة من الكمون ورشة بسيطة من الفلفل الأسود وكمان رشة بسيطة من الكزبرة، وهنحط رشة صغيرة من البابريكا عشان تدّينا لون وطعم محترم، وهنحط لمسة بسيطة أوي، أوي من القرفة علشان تدّينا طعم، يمزج المكونات دي كلّها مع بعض ويدّينا طعم دافي للأكل. رشة صغيرة من الشطة، توم باودر وبصل باودر، لو عايزة طعم معاكِ حكاية حطّي رشة سبع بهار، بس سبع بهار بتاعة الطنط، لإن هي هتفرق معاكِ في أكلِك، لإن هي بتخش في اللحوم وفي الفراخ. وجرّبي الطريقة دي، البهارات دي يكفي إن هي بهارات طبيعية ما فيش عليها أي إضافات أو مصنعات، حاجة ما عليهاش جلوتامات صوديوم، أنتِ اللي عاملاها بإيدِك في البيت، المكونات دي كلّها هتفرق معاكِ وتعملي أحلى بهارات حواوشي. جرّبيها وقولي لنا رأيِك في الكومنتات، ولو عندِك أي سؤال سيبوه لنا وإحنا هنرُد عليكِ. ما تنسيش تعملي لنا متابعة، أنا أحمد شاكر باقدّم لِك محتوى عن التوابل والمواد الغذائية.